يا بابا، يا ماما، أنا عارف إنكم دايما بتقولوا عليا دمه خفيف، بيضحك طول الوقت، مفيش حاجة بتأثر فيه. بس تعرفوا، أنا بضحك علشان محدش يسألني أنا عامل إزاي بجد. أنا بخبي تعبي وراه هزار، بخبي خوفي في ضحكة، بخبي كسرتي في تمثيل إني قوي ومبسوط. بس الحقيقة أنا مش كده خالص. أنا تعبت من إني أكون اللي بيهزر على طول، علشان كده محدش بيصدق إن عندي لحظات ضعف، ولا حد بياخد كلامي بجد، علشان دايما بيتهيأ لهم إني بهزر. أنا بضحك مش علشان مبسوط، بس علشان لو سكت هعيط، ولو اتكلمت مش هلاقي حد يسمعني. كل ما أحس إني تعبان بخبي تعبي بضحكة بكلمة خفيفة، بس جوايا في وجع مش بيضحك. أنا بحاول أبقى عادي علشان ما تقلقوش، علشان ما تلومونيش، علشان ما تحكموش عليا. بس أنا محتاج حد يجي ويسألني بجد، أنت كويس ولا بتمثل؟ حد يشوفني من غير الماسك، من غير الضحكة اللي ملزوقة على وشي، حد يصدقني حتى لو ما قلتش حاجة. أنا عايش في دور بمثل إني تمام، إني فاهم، إني قوي، بس الحقيقة أنا محتاجة ارتاح، محتاجة أبقى أنا، من غير ضغط، من غير توقعات، من غير دور أكون فيه البطل اللي بيحل كل حاجة وهو مش قادر يحل اللي جواه. أنا بحبكم وبحب أشوفكم مبسوطين، علشان كده ما بقولش، بس ده مش حل، مش عدل ومش طبيعي. أنا محتاج يوم أقول أنا مش تمام، وتقولولي إحنا معاك، مش لازم تضحك علشان تفضل محبوب. أنا طفل، مش لازم أكون قوي طول الوقت، ولا لازم أكون مبسوط علشان تقبلوني. أنا محتاج أكون أنا، حتى لو سكت، حتى لو بكيت، حتى لو قلت ضحكتي شوية. في الحلقة الجاية هنتكلم عن الطفل اللي بيشيل هم الناس كلها وناسي نفسه.